وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وبعد أيها الأحبة الكرام، فيوما بعد يوم تتوالى نعم الله جل وعلا علينا، يوما بعد يوم نلتقي مع مشايخنا وعلمائنا، يوما بعد يوم أيها الأحبة الكرام يتحقق فينا قول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعمة جليلة ومنة عظيمة يمتن الله تبارك وتعالى بها علينا، أن يجمعنا بمشايخنا وعلمائنا. واليوم أيها الأحبة الكرام أهالي مدينة أبو زيد الحبيبة نقدم لحضراتكم رجلا من مشايخنا الكرام تعلمنا منه البذل والعطاء والتضحية والفداء، كلكم يعرفه دائما يطلع بالحق في وجه الطغاة والظالمين والمنافقين، رجل كانت تأتينا رسائله ونحن في السجون تأتي رسائله وكلماته بلسما على قلوبنا، فدائما كان يذكرنا ويربينا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا ساعتها كنت صغيرا في السن، فدائما كان يغرس فينا حب هذا الدين وحب التضحية وحب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، فباسم أبناء الجماعة الإسلامية خاصة وباسم شعب أبو زيد الكريم عامة نتوجه بالترحاب الشديد والشكر العميق لفضيلة الشيخ عاصم عبد الماجد شيخنا الكريم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعيه إلينا في ميزان حسناته يوم القيامة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.